للأمانة أتصور على أنها نقطة سوداء جاءت لتلطخ المشهد بشكل عام. احنا كنا انتقدنا مدرب منتخب نيجيريا أشد ما يكون الانتقاد على خروجه على النص في كثير من التصريحات التي لم تمس في الواقع بجمالية البطولة، ولكن كانت شادة شذوذ كبير جدا والكل هاجمها. اليوم أيضا حسام حسن جنوب أفريقيا، اليوم أيضا حسام حسن يكرر العملية، بينما كان متوقع أن يأتي إلى لقاء صحفي أو مؤتمر صحفي ليصلح ذات البين ويصحح ما ارتكبه من أخطاء جسيمة خلال تصريحاته في أعقاب مباراة منتخب مصر والسنغال، عندما أشار إلى أمور لوجستية تتعلق بنظام البطولة وتتعلق بنظام الإيواء وتتعلق بالمجهودات المبذولة لوضع المنتخبات في وضعيات مريحة جدا. عندما يأتي الانتقاد بتلك الطريقة وتغضب الاتحاد المصري لكرة القدم وعلى رأسه هاني بوريدة، لأنه هذا البلاغ أو هذا البيان الذي أصدره الاتحاد عكس كلام؟ لا، لم يعكس الكلام، لكن جاء ليطفئ النار التي أوقدتها تصريحات حسام حسن، لأنها لم تكن في محلها ولم تكن لها أي طبيعة احترافية. أنا معك في أنك تعلق على خسارتك في مباراة بطريقة فنية باعتبارات فنية، ولكن خلي عليك الأمور الأخرى جانبا لأنها لم تكن مؤثرة لا الجمهور ذكر صابر أن الأسئلة خرجت من سياق المواجهة وفيها ظلم لكن أعود إلى السؤال نفسه. سؤال الصحفي المغربي نفسه لا يحمل أي إهانة، لا يحمل أي إهانة. من حق الصحفي أن يطرح السؤال الذي يريد، ومن حق المدرب أن يجيب عنه أو لا يجيب عنه. هذه قاعدة نعرفها في المؤتمرات الصحفية. ثم أيضا هو لم يصف في أي لحظة حسام حسن بأنه مدرب فاشل. قال فشلت في تأهيل منتخب مصر إلى الدور النهائي. لا شوف حالة هو مش بيقيمه، هو جاي يقيمه في المؤتمر. انت اطرح سؤالك وخلاص. يا صابر، هو يقيم حالة الإعلام المصري كله قال على أنها حالة فشل. الإعلام المصري يقول أنا كصحفي مغربي أنا على كل حال أي صحفي يقول على كل حال لا أي صحفي يقول ما كان فيه لا أنه وصف حسام حسن بالفاشل ولا هو أهانه. قال فشلت، قال له وحزن 120 مليون وجه ل 120 مليون. طيب لم يقل له أنت مدرب فاشل، قال له فشلت في أنك تؤهل منتخب مصر. أوكي، إذا متفقين على هذه الجزئية. فإذا الجواب أنا أتصور يبدو لي واضح على أن حسام حسن يفكر في طريق يختلف تماما عن طريق الاتحاد المصري، لأنه ما جاء في بيان الاتحاد المصري يبين على أنه أراد أن يرمم ما اختل في تصريحات حسام حسن. وأذكرك، أنت عرضت لي جملة مهمة جدا، نعم. لكن سأذكرك بما هو أجمل وأنا شاهدته هنا. وإذ نثمن عاليا هذا الجهد الكبير فإننا على ثقة تامة بأن قيادات مصر والمغرب ستواصل العمل معا لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين ورفع راية كرة القدم العربية عاليا. يفصل بينكم. لا يرجع لك، لا يرجع لك، هذه الكلمة لابد أن أقولها. تفضل. يعني ما أظهرته الكاميرا اليوم أننا نقلنا المؤتمر الصحفي لحسام حسن، صحيح، لكن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تتناقل صورة بديئة جدا لمن؟ لشقيقه او لتوأم ابراهيم حسن الذي تحدث الى الصحفيين المغاربه يقول لهم انتم في 50 سنه حصلتوا لقب واحد. ما هذا التنمر؟ ما هذا الخطاب الكراهيه؟ اسمح لي، بكل أسف لا يمكن أن يصدر هذا الكلام على واحد مصري. نعرف العلاقات اللي موجودة ما بين المغاربة وما بين المصريين، ونعرف العلاقة المتينة والاحترافية القائمة بين هاني بوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وما بين فوزي القجع. يتحالفان في كل المؤتمرات الاتحاد الدولي لينتصر للوجود العربي. طيب. على والبيان نعرف أن الإعلام عنده مبدأ الحرية. أنا نسأل اللي نحب، ما سألتوش على الشقة متاعه في القاهرة شنو اللي فيها، سألته على كأس أفريقيا على المقابلة السابقة. أنا حر كيما حسام حسن حر، لا أجيب عن هذا السؤال. طب ما هو ما أجاب. لا خلينا صابر لا أجيب عن هذا السؤال، وأنت حر. من لا مش ترد تعطي فينا في دروس في الإعلام، لا عيب. النقطة الأولى. النقطة الثانية،
جاوبتني على هذا يجاوب حسام حسن، لانه هذم يقول لك ما في ربط صادق. خلينا نجاوب عاد نعطيه من حق فتحي. تفضل. هذا يرسل عندما تغادر المغرب وتمشي لمصر، ومن الاتحاد المصري تبعث هذايا بعد ما تغادر. اخي عايشين في العالم الكل، عمري ما فريق مازال يلعب والاتحاد نتاعو يشكر فيك على التنظيم.